اكبر مشكله بتواجهنا كدكاتره علاج طبيعي لما بيجي لنا المريض هي مشكله الالم بيكون ليه تاثير نفسي كبير على المريض وكمان على ممارسته لحياته وظيفيا بشكل طبيعي. مهم الدكتور العلاج الطبيعي مع المريض اولا هي ازاله الالم، وده طبعا هيحسن نفسيته كتير، وكمان هيحسن حاجه اسمها كواليتي اوف لايف، يعني انا كده بخليه يرجع يمارس حياته بشكل طبيعي تاني مرة تانية، سواء عن طريق الأجهزة أو عن طريق استخدام الأساليب اليدوية في العلاج. مهم جدا كمان إن يكون المريض بيشارك في الخطة العلاجية بتاعته، ودي حاجة احنا بنسميها البيشنت إديوكيشن، بمعنى إن أنا لازم أعلم المريض لو كان في سلوك غلط بيؤدي إن المشكلة بتاعته تتفاقم، لازم يعدل السلوك ده سواء في الحياة العملية أو في شغله عن طريق الهوم بروجرام، وده الجزء التكميلي إنه بيروح البيت يعمل التمارين اللي كان بيعملها في الجلسة مرة تانية، وده بيساعد في نسبة الشفاء. وعن طريق احنا كمان لازم نديله نصايح انه يعدل من السلوك بتاعه في الحياة العملية او اثناء ممارسة رياضة لو كان بيمارس رياضة، او حتى اثناء تأدية وظيفته، لانه لو هو ما التزمش بتعديل السلوكيات دي هيأثر على نسبة التحسن بتاعته مع العلاج الطبيعي. فلو كنت بتعاني من اي ألم انصحك تزورنا في عيادات هيلثي كير في مركز العلاج الطبيعي، هنقدر نتعامل مع مشكلتك بالأجهزة العلاج الطبيعي وبالأساليب اليدوية عشان توصل لنسبة شفاء عالية في أسرع وقت. كنت معاكم دكتور إسلام عبد القادر أبو كرم، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب.